بصوا هنا. بسم الله الرحمن الرحيم. ده جزء من عيد ميلاد هنا ومحمد. هوريكم بقية عيد الميلاد في اخر الفيديو. اليوم ده طبعا كان عندي شغل جامد، فقررت ان انا اسهل على نفسي واطبخ اكله سهله. صحيت الصبح لقيت المواعين طبعا عاملاها قبل ما انام، بس مش عارفه المواعين بتيجي منين، عايزه اراقب المطبخ بالليل. المهم قعدت ارتب كده في المطبخ واغسل المواعين واشوف ورايا ايه واشوف هتغدى ايه برضو. لميت المواعين كده وغسلت منهم جزء كبير وقعدت ارتب في المطبخ. وبدأت بقى بعد ما خلصت كل ده برضو اللبن، ورتبت جزء كبير من المطبخ اهون. هشوف بقى هنتغدى ايه. لبن على النار. قبل ما اشوف هنتغدى ايه قلت اما اشرب شويه شاي ولبن، لاني ما كنتش لسه دوقت اي حاجه خالص. قعدت شربت الشاي واللبن وبعدين رجعت تاني للمطبخ، ما وراياش غيره. حطيت شويه زيت في الحله وفرمت شويه بصل وملح وبهارات. الاكله ديت في ناس عارفينها وفي ناس ما تعرفهاش. الناس اللي لسه اول مره تعرفها تحاول تجربها، هتعجبها قوي. ده حماد جايلي فخرطته، بس ما كنتش غسلته. بعد ما خرطته غسلته بقى الصبح. شلت جزء من البصل اللي انا محمراها في جنب. هقول لكم اعمل بيها ايه. الحماد ده تقدر تستبدليه بالسبانخ. وحطيت في الحله كده الحماد بعد ما حمرت البصله. دي كانت شويه لحمه ودهون عندي فايضين من الاكله اللي قبلها، فقررت ان انا اعمل شوربه. وانا بطبخ بغسل المواعين اول باول كده زي ما انتوا شايفين. طول ما انا بطبخ بغسل مواعين، وبرضه بلاقي مواعين في الاخر. حطيت الرز والشبت، كان المفروض احط بصله. بحب البصل يعني في الاكله ديت. حطيتها في المرحله دي عادي. استوت مع البطاطس. بطاطس وحماد ورز وشويه البصله محمراهم اهو، حطهم على الرز في الاخر. بدلهم طعم حلو. ممكن تاكلها بقى مع بيض مسلوق. دي شوربه انا عملتها فيها شعريه، او تحط لسان عصفور زي ما انت عايزه. جرجير والرز بحماد، ممكن تستبدليه بسبانخ. ودي الشوربه. ويوم وعملت بقى تورتات هتشوفوها دلوقتي. حاجات كتير. التورتات دي اخدت مني مجهود جامد. ده بعد الغدا عملت بن. كوبايتين البن عليهم معلقتين سكر ومعلقتين بن. وانت لو عملت البن هتعرفي المقادير اللي انت بتحبها، تزودي البن او تزودي سكر انت براحتك او تقللي. بس هي دي المقادير المظبوطه اللي اغلب الناس بيحبوها. وتقلبي. التقليب مهم جدا. اللي عايز طريقه البن موجود برضو على القناه، امل يوسف، القناه بتاعتي. الكوبايات بتاعتي كانت اتكسرت، فجبت الكوبايات بتاعت المصيف اللي انا باخدها المصيف. استغليتها لما جبت الكوبايات بعدها تاني يوم. بوريكم مراحل البن بتعمل ازاي، لازم تصبري عليه. بياخد وقت، وكل ما ياخد وقت على النار بيبقى طعمه احلى. ده اصغر شغل عندي على البوتاجاز. خلصت بقى البن والغدا. عملت التورتات اللي انتوا هتشوفوها دلوقتي. عيد ميلاد هنا ومحمد واصحابهم. اتفضلوا بن.
العيد.